أغنى 5 مدرسين في مصر، منهم اللي بيكسب 100,000 جنيه في الساعة، ومنهم اللي عنده أسطول عربيات. بس يا ترى هما مين؟ الأستاذ رضا الفاروق. الأستاذ رضا هو مدرس أول لغة عربية وخريج كلية الآداب جامعة المنصورة. درس منهج الثانوية العامة وألف كتب كتير، واتلقب بصانع الأوائل لأن كل سنة لازم بيطلع عنده مجموعة من الأوائل. حصته سعرها 430 جنيه، ومجموعته ما بتقلش عن 200 طالب، يعني بيدخلوا في الساعة الواحدة 100,000 جنيه. غير بقى أرباحه من السوشيال ميديا، لأن عنده قناة عليها 1,000,000 مشترك، وإعلاناته المالية مالية كل المواقع. إيماء عماد عندها 27 سنة وهي خريج كلية التربية قسم الأحياء. اتجوزت من 2 سنين صاحب صالة جيم، سعر حصتها 350 جنيه، وعدد الحضور مش بيقل عن 700 طالب، يعني بتعمل ليها يجي 400,000 جنيه في الساعة الواحدة. من فترة انتشر ليها فيديو ماشية بيه مع بودي جارد، طبعا أثار جدل كبير على السوشيال ميديا، لكنها بررت وقالت إن دي كانت مسرحية لمنهج الأحياء، ولكن بطريقة كوميدية شوية، والجردات دول عشان أعمال الشغب اللي الطلاب ممكن يعملوها لما يشوفوا المنهج بيتشرح بالطريقة دي. يعني احنا طلعنا ظالمين الست اهو. سيد عراقي. الأستاذ سيد كان مدرس في مدرسة هضبة الأعراب الثانوية لحد سنة 2015، لكنه قدم استقالته واتفرغ للدروس. سعر حصته بيوصل 400 جنيه في المراجعة، وانتشر ليه فيديوهات كتير، وتحديدا فيديوهاته أيام المراجعة لما دخل المراجعة النهائية بتاعته بموكب عربيات مكون من 7 عربيات، لكنه أكد وقتها وقال إن دي كانت مراجعة مجانية ليلة الامتحان، وقال إنه بيدفع الضرايب بتاعته كاملة وعنده مكتب محاسبة وإن محدش ليه عنده حاجة. الدكتور عبد الله الحبشي. دكتور عبد الله هو واحد من أشطر مدرسين الكيمياء في منطقة الهرم. حصته في المراجعة النهائية بتوصل ل 400 جنيه، وبرضه عامل لنفسه منصة الكيمياء على اليوتيوب عنده فيها أكتر من 400,000 مشترك، والفيديو الواحد فيها بيعدي ل 14 مليون مشاهدة، ما شاء الله عليه. محمد سام. محمد هو سنه صغير، لكن طريقة توصيله للمعلومة ميزته عن أي مدرس تاني، لحد ما بقى عنده 100,000 متابع ومنصة باسمه عليها الشرح والمراجعات الخاصة بيه. طبعا مش أي حد بيدخلها، لأن لازم اللي يدخلها يكون عنده في السنتر عشان يدخل بالكود بتاعه. حصته بتتراوح من 350 جنيه ل 400 جنيه، وهو عنده عربية تمنها يعدي 2 مليون جنيه. ماجد إمام. جيو مالك صاحب الواقعة اللي قلبت الدنيا على السوشيال ميديا مؤخرا لما أجر صالة الدكتور حسن مصطفى في أكتوبر عشان يعمل المراجعة النهائية، ولأن الصالة دي كانت ملك للدولة، وزارة الشباب والرياضة لما عرفت وقفت الشرح ده. اتضح إنه كان مأجر الصالة ب 200,000 جنيه، واتقال إن الحصة كانت ب 300 جنيه، لكن بعض الطلبة طلعوا وكدبوا وقالوا إن سعر الحصة بس كان 80 جنيه، لكن في النهاية ربحه وصل لمليون جنيه من خلال فيديوهات الشرح اللي بيقدمها. هو مدرس في الثلاثينات ومن كفر الشيخ، والسنة اللي فاتت ادى الأول على الجمهورية عربية فيجو تيجو هدية بمناسبة نجاحه. الدكتور كورولوس القس هو أقل مدرس بيكسب فلوس، عنده يدوب 23 سنة. اتشهر بلقب دكتور الفيزياء. هو خريج كلية صيدلة، لكنه حب يكون مدرس فيزياء وتفوق على نفسه وقدر يتميز. وقت الكورونا فمحاضراته على يوتيوب حققت مشاهدات عالية جدا، أخد بيها درع اليوتيوب، لدرجة إنه لما عمل محاضرة في الصالة المخططة في استاد المنيا راح ليه أكتر من 2000 طالب وما أخدش منهم غير 20 جنيه، واتقال إن ال20 جنيه كان تمن الورق اللي اتصور وقتها. هو ما بيوافقش يتاجر بعلمه ولا يكسب منه، وبيرفض يعمل مركز للدروس، لكنه اختنى فجأة وادى عربية هدية الأول على الجمهورية، بس جايز يكون بيكسب من اليوتيوب، عنده عدد مشتركين كويسين. وبعد ما حكيت لكم عن أغنى 5 مدرسين في مصر، لو أنت مدرس قول لنا بتكسب كام في الكومنتس. كنت معاكم أروى سامي في فانز كلوب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو وسبسكرايب، تكتبي لي في الكومنتس تحت.